هل تفكيرك في تحقيق الثراء وجمع المال يعتبر طمع أو جشع؟ الحقيقة إنه لأ. في العصر اللي احنا فيه ده وفي الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله، من الطبيعي وحقك إن انت تفكر في إن انت تزود دخلك، وإن انت تفكر في إن انت تشوف مصادر دخل تزود بيها مادياتك، علشان تقدر تكفي المصاريف والمتطلبات اللي انت بتحتاجها الفترة دي. وبغض النظر عن اي مشكلة اقتصادية او عن اي حاجة تاني، مجرد تفكيرك في تحقيق الثراء ده مش عيب. في ناس كتيرة بتعتقد ان هي لو كانت بتفكر كتير في الماديات، او بتفكر في شغلانة مرتبها اعلى، او بتفكر في ان هي ازاي تزود فلوس، او ان هي تعمل دخل او تستثمر، آم، آه، مجرد التفكير في الحاجة دي فده معناه ان هي ناس مادية، وان هي ناس مش كويسة. وفي برضو كونسبت كده ومبدأ ناس كتير لحد دلوقتي معتقدة ان هو علشان احنا فقراء فاحنا كويسين وطيبين، انما الاغنياء دول ناس اشرار ملناش دعوة بيهم، ونموت فقراء وندخل الجنة احسن ما نعيش اغنياء وندخل النار مثلا. وكأنهم حكموا على الناس الاغنياء كلهم ان هم كلهم هيدخلوا النار وكلهم مش كويسين، وحكموا برضو على الفقراء ان كلهم طيبين وحلوين وهيدخلوا الجنة. التفكير ده من اكبر المعوقات اللي بتخليك ما تقدرش توصل للثراء وتحقق الحرية المالية وتحقق الثروة اللي انت نفسك فيها. ان انت تفتكر او تعتقد ان كلامك في الماديات ده معناه ان انت شخص مادي. اوكي، انت ممكن تبقى شخص مادي، بس المادة هي اساس كل الحياة. كل حاجة في الدنيا دي مكونة من مادة. فلو ما فكرتش في المادة يبقى انت غلطان، خصوصا في الزمن ده. فمع التفكير الروحاني ومع الحاجات التانية ومع المعنويات ومع المبادئ والأخلاق والحاجات اللي هي الغير ملموسة دي كلها، لازم نفكر في المادة، ولازم نفكر في الفلوس، ولازم نفكر في تنويع مصادر الدخل. وأول خطوة ان انت تعمل كده هي ان انت ما تتكسفش تعبر عن حاجتك، ان انت تزود فلوسك وتزود دخلك عموما وتزود ثروتك او ممتلكاتك. ما تتكسفش تتكلم، ما تتكسفش تدور عن وسائل تعمل بيها ده، ما تتكسفش تقول او تعبر. تمام. وما تتكسفش ان انت يعني تبقى بتدور مثلا على الراتب الاعلى، على الحاجة الاعلى، علشان انت عايز تبقى ثري. ما تتكسفش ان انت تبقى عايز ان انت تبقى ثري.